الدنيا كانت ليل والسكون مالي العمارة والكل قافل بابه عليه إلا صوت خبطة جاية من فوق السطوح ما بتسكتش. الشاب أحمد اللي ساكن في الدور الأخير كان دايماً بيسمع كركبة فوق دماغه بعد نص الليل، ولما يسأل الجيران الكل يقوله يا ابني دي قطط بتلعب كبر دماغك. بس أحمد قلبه ما كانش مرتاح، وفي ليلة قرر يطلع يشوف إيه اللي بيحصل. طلع السطوح بهدوء ومعاه كشاف موبايله، ولمح كيس أسود كبير مربوط بجنزير ومحطوط ورا خزان المية. الكيس كان بيتحرك حركة خفيفة، وأحمد الدم جمد في عروبه وهو بيقرب منه بالراحة. مسك السكينة وفتح طرف الكيس، والصدمة كانت بشعة. لقى جوه الكيس شنطة قديمة مليانة تماثيل أثرية وعملات ذهب كانت مسروقة من المتحف من سنين، ومعاهم جهاز تسجيل شغال بيبث إشارة لمكان مجهول. أحمد ما كانش لسه استوعب، وفجأة سمع صوت نفس وراه. لف بسرعة لقى بواب العمارة واقف وماسك شومة في إيده ووشه مرعب وبيقوله اللي يفتح كيس مش بتاعه بيفتح على نفسه باب جهنم يا أستاذ أحمد. البواب كان هو الراس الكبيرة لعصابة التهريب، وكان بيستخدم سطح العمارة كمخزن مؤقت للقطعة الغالية قبل ما تتهرب بره البلد. والجهاز اللي في الكيس كان إنذار بعت إشارة الموبايل البواب أول ما أحمد لمس الكيس. أحمد بذكائه كان فاتح مكالمة فيديو مع صاحبه من أول ما طلع السطوح، وصاحبه كان بيسجل كل حاجة وشايف وش البواب وهو بيعترف. في ثواني كانت الحكومة محاصرة العمارة والسطوح، والبواب وقع في شر أعماله، والتماثيل رجعت لمكانها. الفضيحة هزت الحارة كلها، وأحمد بقى البطل اللي كشف لغز السطوح اللي كان مرعب السكان لسنين، وعرف إن الكيس الأسود ما كانش فيه قطط، ده كان فيه تاريخ بلد بيتباع في الضلمة. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن الفضول لما بيكون في مصلحة الحق بيكشف المستور ولو كان مستخبي ورا خزان المية في نص الليل.